السلام عليكم اعزائي المشاهدين، وحلقه جديده من يا ابن اللعيبه. ونشوفنا بقى النهارده مباراه يعني على قد جدا ما بين مصر وتنزانيا. ومش عارف ليه احنا لغايه دلوقتي بنلعب دايما على قد المنافس، وبنلعب على قد. مش لازم تستنى المنافس يبقى قوي عشان توريله ان انت اقوى منه، ما ده لازم تدي شخصيتك، لازم تبين شخصيتك اكتر من كده قدام اي فريق. فالنهارده الصراحه اتضايقت جدا ان المنتخب بيلعب على القد. في ناس طبعا هتقول لي ما هو احنا اللعيبه خايفه على رجليها، واللعيبه مش حاطه الماتش ده بس بتسخن وبتعمل كل الكلام ده. حلو وكل حاجه، بس لازم تثبت نفسك اكتر من كده. النهارده ما شفناش اي حماس من اللعيبه طبعا باستثناء تريزيجيه. والصراحه كمان مروان عطيه قدم شوط اول رائع كعادته، يعني الفتره اللي فاتت لعب شوط اول عالمي، وكان هيجيب كمان جون اللي جت في العارضه دي، والحارس لمسها وجت في العارضه. فلا يعني هو اعتقد هو اطمن على مروان عطيه عشان كده سحبه. فقال لك لا خلاص انا اطمنت على ادائه. انما بقى عندك يعني الباكين في اول الشوط الاول، يعني الشوط الاول كنا بنلعب وحش جدا. عندك الباك إن كان عمر كمال ولا ان كان احمد فتوح، ما عملوش اي حاجه الشوط الاول خالص. كلنا طبعا عارفين طريقه فيتوريا ان هو دايما بينزل لعيب رقم 8 يبقى هو الشادو وينج، ويخلي الباك يا اما يطير يا اما يخش هو اللي في نص الملعب. فلا النهارده ما شفناش اي تناغم ما بين احمد فتوح وما بين امام عاشور ومعاهم تريزيجيه في نفس الجبهه دي، ولا شفنا عمر كمال وجبهه صلاح بقى اللي كانت واقفه خالص في الشوط الاول. اتحركت شويه لما زيزو نزل، بس عمر كمال النهارده يقدم يعني ما يقدمش اوراق اعتماده انه يخلي فيتوريا يلعبوا على محمد هاني. اعتقد محمد هاني هيلعب اساسي في الماتشات بتاعت كاس الافريقيه. يعني عمر كمال بيبقى يعني اداء يعني مقلق، وكمان طلع كمان في شد جاله الظاهر في الضم او اي حاجه. فاداء مقلق للمنتخب وكمان للجماهير الاهلاويه اللي مستنيه صفقه جديده. فلا ما عجبنيش خالص النهارده اداء عمر كمال. النهارده بنشوف بقى يعني بادي بصبحي كمان عايز يديله الثقه ويريح برده الشناوي، بس حسيت ان صبحي برده فقد الثقه في نفسه. عمل كوره كده رجعها في نص يعني في نص ال 18، وكان مهزوز في كوره شطتها غلط. فلا ما حسيتش برده ان صبحي كان عايز يمسك في الفرصه النهارده. يعني النهارده هم الثلاثه دول اللي عليهم علامه استفهام قوي في الفريق النهارده. انما صلاح يعني تتفق او تختلف، يعني هو يعني صاحب الجوده الاعلى طبعا في المنتخب، وبيبان قوي في تحركاته وبيبان في لمساته ان هو لما بيستلم الكوره على طول بيبقى قاري الملعب. بانت في الجون بتاع تريزيجيه ان انت لما لعبت بسرعه قدرت ازاي تشكل خطوره على الدفاع، اللي هو طبعا الدفاع كان متكتل جدا ان هم يعني بيتمرنوا بقى ان هم هيلعبوا المنتخب المغربي. فكانوا اعتقد 90% 95% بيلعب بنفس التكتيك اللي هيلعب بيه قدام المنتخب المغربي. فلا النهارده صلاح يفك القصه دي بباص سريع على المغمض على طول، وشفنا الجون ده كذا مره منه. فلا النهارده يعني صلاح وده كمان كوره لعمر كمال اللي شاطها بعيد جدا. يعني وكرة كهربا بقى يعني اللي هنتكلم عليها. يعني انت في اول 20 دقيقة ما فيش ولا هجمة جت من الناحية اليمين خالص. الاعتماد الاكبر كان على الجبهة الشمال عشان امام عاشور فيها، ومحمد النني هو اللي بيأمن الجبهة اليمين اللي بينزل يسقط جنب مروان عطية. دايما هتلاقي الشكل ده هو مع فيتوريا. مش هيلعب باتنين تمانيات مهاجمين ابدا، لازم يخلي واحد فيهم يدافع. عشان كده زيزو وامام عاشور يعني من رابع المستحيلات ان هم يلعبوا مع بعض في نفس الملعب. هتلاقي دايما يعني واحد فيهم موجود، وخط النص التاني هتلاقيه هو اللي بيأمن الدفاع. فيعني ممكن يعمل كده لو خسران او اي حاجه، ممكن ينزل الاتنين ويخلي الستة واقف لوحده. بس غير كده مش هتشوف المنظر ان هو زيزو على اليمين وامام على الشمال، لان هو ادى الشوط الاول لامام والشوط التاني اداه لزيزو. والصراحه زيزو نزل عمل حرك الماتش وقدر ان هو ياخد الجنب اليمين كشادو وينج، ويدي بقى المساحه لمحمد صلاح انه يخش في النص اكتر. ودي خطوره صلاح مع المنتخب، ان هو طول ما انت بتقربه من الجون طول ما انت هتحس بخطورته اكتر طبعا لجودته العاليه جدا. فلا النهارده مباراه يعني ما تطمنش خالص. بس اعتقد ان النهارده يعني كان منزل احمد فتوح اداله شوط كامل ان هو عايز يشوفه هو عنده حساسيه الماتشات ولا لا. النهارده شفنا احمد فتوح بيعمل ميس باصات كتيره جدا، وما كانش انا يعني ده مش ده احمد فتوح خالص اللي احنا متعودين معاه مع نادي الزمالك ولا مع المنتخب. فانا يعني ارجح زي ما قلت في الفيديو اللي فات في التشكيل المتوقع ان هو هيحط محمد حمدي هو الاساسي. محمد حمدي من ساعه ما نزل كانت بساطه مظبوطه، وكان بيتحرك كويس، وفي الدفاع كان كويس جدا، وفي الهجوم كان كويس جدا. عمل اوفر وحش كده ولا اوفرين وحشين، بس مع الوقت هيعرف يظبط الاوفرات. بس انا شايف ان هو اداؤه كان احسن بكتير من احمد فتوح. الحاجه الوحيده اللي اخدها النهارده على تريزيجيه، طبعا يعني تريزيجيه كلنا عارفين ان هو من نجم النجوم جوه المنتخب المصري، بس اللي اخده عليه النهارده كان بيسيب الكوره تحت رجليه كتير قوي، كان بيزود في الكوره قوي، ده اللي بيخلي فيه التحامات عليه. النهارده شفنا عليه كذا التحام، كان ممكن يتصاب، فكانت تبقاش حاجه حلوه خالص ان انت قبل البطوله وتتصاب يعني
في مباراه وديه. فلا انا كنت شايف ان هو يعني لازم يلعب اسرع من كده. حسينا بالفرق ده لما عمر مرموش نزل. عمر مرموش سريع ونشيط وحركته سريعه وبيباصي بسرعه او بيجري بسرعه، فما بيسيبش وقت للالتحامات. وشفناه ازاي قدر يلبس المدافع بينالتي يعني صايع جدا، انه عرف يلبسها له، ان هو رقصه وخده على الواسع، وان هو عارف كده كده هيمد رجله فيقع على طول. فلا النهارده عمر مرموش انا شايف ان هو يعني هتبقى المنافسه كبيره جدا ما بينه وما بين تريزيجيه وياخدوها بالتساوي. بس انا مع ان هو يبتدي برضه بتريزيجيه ويبقى هو عمر مرموش هيبقى هو اول تغييره للمنتخب في الماتشات. الراجل الصراحه عامل يعني شغل عالي جدا في مع نادي اينتراخت فرانكفورت في المانيا، ومن نجوم الفرقه وليه ارقام مميزه جدا في الدوري الالماني. فلا جايبه فورمه عاليه قوي عمر مرموش. بس في المجمل اللي انا شايفه يعني واللي شفناه النهارده كلنا من الماتش ان الاداء الهجومي في المنتخب ضعيف قوي الصراحه. مفيش طلوع بالكوره سهل، ويعني شفنا بعد خروج مروان عطيه في الشوط الاول ان لا ان يعني خط النص قل كتير. حمدي فتحي لعيب جامد وكل حاجه، بس يعني ان انت عشان حمدي فتحي ينزل فتنزل النني رقم 6، لا طبعا انت في قطع الكرات يعني لا مروان عطيه كان بيقطع كرات اكتر من كده بكتير. فلا النهارده حسيت ان المنتخب اتاثر ونص الملعب المنتخب اتاثر بخروج مروان عطيه من الشوط الاول. فلا ان يعني الاداء الهجومي محتاج يتظبط اكتر من كده. الطلوع بالكوره صعب قوي قدام تنزانيا، امال هتعمل ايه بقى قدام الفرق اللي يعني كلاس ايه زي ما بنقول في افريقيا. يعني المنتخب غانا هيبقى منتخب صعب جدا بالنسبه لنا على فكره. عندهم لعيبه تقيله قوي طبعا، على راسهم محمد قدوس يعني نجم نادي ويست هام. المهاجم كمان بتاعهم ايو يعني من عيله ايو طبعا المشهوره جدا في غانا. لا مهاجم تقيل ويعني متمرس. فلا انت هتقابل فرقه تقيله في منتخب غانا. فلا محتاجين يعني كنا نشوف النهارده يعني في تناغم اكتر من كده، وان انت الطلوع بالكره يبقى احسن من كده، يبقى عندك افكار انت تعرف تطلع الفريق اكتر من كده بالكوره. بس ما شفناش الكلام ده النهارده، واداء هجومي ما يطمنش خالص قبل كاس الافريقيه. والنهارده بقى بنشوف يعني كهربا ضيع كوره غريبه جدا من محمد صلاح. يعني في الاول بص بقى على جوده محمد صلاح وازاي اللعيب حاجات بسيطه جدا في اللعيبه ممكن تفرق في يعني في الاوتبوت اللي بيطلعه في الملعب. يعني بص قبل ما يعمل العرضيه بتاعت كهربا بص ازاي لمح ان كهربا هيبقى في الحته دي وعلى المغمض علشان المدافع ما يبقاش متوقع يعمل العرضيه. وكهربا اتشد وتحس ان هو كان اتشد وكل حاجه، بس مش للدرجات دي يا جدع برضو. يعني كانت سهل قوي ان انت تحط دماغك فيها تبقى احسن من كده بكتير. حتى بص صلاح بيضحك ازاي بعد الهجمه، مش متخيل ان يعني الفرصه السهله دي ممكن تضيع بالشكل ده. يعني داروين نونيز ورايا ولا ايه. بس بالرغم من كده برضو لما كهربا نزل كان احسن من مصطفى محمد في التحركات وفي ان هو عامل قلق للمدافعين. كهربا نزل تلت ساعه او ربع ساعه بس لا كان يعني حس بخطوره اكتر من مصطفى محمد اللي النهارده ما كانش عاجبني خالص. مصطفى محمد النهارده لعب يعني مباراه وحشه جدا الصراحه. يعني مش عايز ابقى قاسي عليهم بس لا يعني بص مثلا في الكوره دي بص تحركه ازاي، ده مش تحرك سترايكر خالص. يعني زانق نفسك انت اولا اهو اتزحلقت ووقعت، وزانق نفسك في المدافعين كنت تاخد الخطوتين لورا دول. ودي بقى يعني شوف بقى التحركات دي هتفرق ازاي في اخر الفيديو لما اجي اتكلم على وسام ابو علي للاهلي ان شاء الله بنسبه 99% خلص معاه. فلا يعني بص المفروض كنت تروح في المساحه الفاضيه وتبقى يعني هتدي اوبشن لفتوح ان هو يقدر يلعبها لك ارضيه او يلعبها لك من فوق الجون. بس انتوا زنقتوا فتوح خلاه يلعبها بالمنظر ده. فلا يعني تحركاتك لازم تبقى احسن من كده. انت كنت بتتحرك احسن من كده بس النهارده الظاهر اللعيبه ما كانتش في المود او ما كانتش داخله جو الماتش بجد. لا اللعيبه لازم مش الماتشات اللي على حسب المنافس نلعب قدامهم يعني تعلي الريتم وتوطي الريتم على حسب المنافس. لازم يبقى انت ليك يعني اليد العليا في المباراه وتدوس في كل الماتشات عشان تتعود على الريتم ده وتعود نفسك وتخلي دي شخصيه المنتخب. بس ان انت تلعب ماتش وماتش لا دي مش حاجه كويسه خالص. بس نتمنى ان شاء الله ان النهارده يعني اللعيبه تشوف بقى القصه دي وتحس ان فعلا لا احنا كنا ممكن نبقى احسن من كده ونشوفهم يبقوا بمنظر يعني احسن بكتير من المنظر ده قدام موزمبيق ان شاء الله يوم الاحد الجاي في افتتاحيه مشوار المنتخب المصري في كاس الافريقيه. اللي بالمنظر ده يعني شكل المشوار مش هيبقى سلس او لا يعني شكلهم هيطلعوا عننا وهيحبسوا اعصابنا كتير الفتره الجايه. هنروح بقى من القصه دي بقى عايز اتكلم بقى ايه بغض يعني خلاص خلصنا قصه كاس يعني المنتخب المصري. عايز بقى اتكلم الصراحه ان انا شفت فيديو يعني مش عصبني. يعني قعدت اضرب كف على كف من رضا عبد العال في القناه الكوميدي اللي هو طالع بيتكلم فيها. فيعني قبل ما اتكلم معاكم فيها تعالوا بس نسمع كده هو قال ايه. جمهور الاهلي
70-80% منه جمهور محترم جدا. لا مش 70%، هي قله. بص قله هي اللي بتسيء لكل جماهير بالظبط الاهلي كده. مش هاجي اتكلم بقى على 1%. لا معلش لا معلش لا بص لا انا بس اصل انا مش هدافع تاني اسلام، ما تنرفزنيش. انا مش هدافع، انا مش محايد، انا ما بقتش محايد. حضرتك واخد كام بطوله مع نادي الزمالك؟ رد عليا. واخد 3 دوري وكاس وافرو اسيوي. كام؟ ادي كده 5. ماشي. واخد كام بطوله مع النادي الاهلي؟ لا مش مقياس. لا قول لي بس. لا مش مقياس. يعني رد على سؤالي، ربنا يكرمك. رد على سؤالي. ما اعرفش برضه بس هو 4 5. لا اعدي. كام؟ 10 بطولات؟ لا اكتر. 12 بطوله 13 بس مش البطولات بالاحترام يا اسلام. كابتن رضا بعد اذنك. البطولات دي تغور في داهيه على جنب هنا وهنا. يا كابتن رضا مش الاحترام. يا كابتن رضا مش معايا للاخر بعد اذنك. هنقول 13 او 12 وهنا 7. يعني في جعبتك او تاريخ رضا عبد العال 20 بطوله. قول لي بقى مين لعب في الاهلي ولعب في الزمالك؟ لا وكل ده كابتن رضا كل ده في 5 سنين. قال بقى في لعيبه تانية لعبت 17 و18 سنه ما جابوش الكم البطولات ده. يعني 20 بطوله. بغض النظر بس عن ان الاخ اسلام صادق اللي قاعد بيقول لك 70-80% ان ما كانش 90% من جمهور النادي الاهلي المحترم، يعني على اي اساس بتتكلموا بالاسلوب ده؟ يعني تتفرجوا على البرنامج بتاعكم الاول وتعرفوا ان انتوا اكتر ناس بتثير الفتنه واكتر ناس ممكن تطلعوا لعيب على المسرح يعني بالفاظ يعني صعبه جدا تتقال من الناس المفروض محترفه. ثانيا بقى تعالى بقى مع رضا عبد العال بتقول لا انا مش هبقى محايد. انت من امتى بقيت محايد؟ انت على طول اللي شايفه في دماغك هو اللي بتنفذه. وكلمه هجاص دي ما جاتلكش كده بالصدفه، لا فعلا الناس عرفت توصفك باللفظ المناسب ليك الصراحه، ان انت فعلا قاعد هجاص. تعالى بس قبل ما تكون انت المفروض تكون حافظ بطولاتك كويس مع الانديه اللي انت لعبت لها. انت تاريخ بطولاتك كله هو لا يتعدى ال 15 بطوله مع النادي الاهلي والزمالك، يعني لمده 11 سنه، مش بتقول 5 سنين زي ما انت بتقول عشان تعرف ان انت هجاص. وبعدين قاعد بتقول يعني في تكمله الفيديو، وانا كنتش عايز اطول عليكم في الفيديو بتاعهم اكتر من كده، فبقى قاعد بيقول ده ما فيش لعيب لعب الفتره دي كلها وجاب ربع البطولات اللي انت جايبه. انا عايز اقول لك ان احمد نبيل كوكا يعني اللي هو المفروض عنده 22 سنه، يعني انت جايب 15 بطوله، هو معاه دلوقتي 11 بطوله. لو هتتكلم على واحد لعب في الاهلي وفي الزمالك، فكهربا واخد بطولات اكتر منك، واخد 16 بطوله. فيعني لو عايزني اقول لك كهربا واخد 2 دوري، واخد 4 كاس، واخد 3 افريقيا، واخد 4 سوبر مصري، واخد 2 سوبر افريقيا، واخد الكونفدراليه مع نادي الزمالك. ده غير كمان ان هو يعني انا ما حسبتلكش كمان بطولاته مع نادي الاتحاد السعودي، واخد بطوله او بطولتين. فكهربا هو لعب في الاهلي ولعب في الزمالك وعرف ان هو يحقق بطولات اكتر منك. فمش عايزين بقى اي رزع في اي حته وتقول اي كلام ملوش اي لازمه. ولازم بقى يعني لو عايز الناس تحترمك لازم انت اول واحد تحترم نفسك وتحترم الناس اللي انت المفروض بتقول لهم افكارك وبتقول لهم بتقول لك تحليل الكوره ومش تحليل الكوره. قاعد بيشهر في جماهير نادي الزمالك لمجرد ان هم بس سندوه في قصه امام عاشور. طبعا كلنا عارفين ليه هيسندوك قدام قصه امام عاشور. فلا يعني الصراحه هبل بيحصل على التلفزيون المصري. الواحد ما كانش عايز يدخلك في مقارنات في عدد البطولات بقى مع يعني مع ناس توائل، يعني ان كان وائل جمعه ولا ابو تريكه ولا حسام عاشور ولا حتى محمد هاني. يعني محمد هاني 27 سنه وواخد بطولات اكتر منك برضو. فلا الواحد بقى هيسيب الارقام دي لجنب. كفايه عليك كهربا وكفايه عليك كوكا اصغر لاعبي النادي الاهلي يعني في القايمه. فلا يعني ركز كده بقى يا عم رضا عبد العال واهدى كده على نفسك، ما تقعدش تتحمق كتير ومحدش يجي جنب جماهير النادي الاهلي، ان جماهير النادي الاهلي بتوجع جامد. نروح بقى لقصه وسام ابو علي، انه يعني الصفقه المنتظره ان شاء الله يعني ويحل لنا بقى قصه ازمه المهاجم دي. فتعالى بقى اقول لك ليه وسام ابو علي هيفرق جدا مع النادي الاهلي. اولا سنه لسه تمام 25 سنه، الراجل من يومين يوم 4 كان عيد ميلاده، فنقول له كل سنه وانت طيب يا عم وسام ابو علي. فباختصار عايز بقى يعني اقول لكم يعني اهم 3 مميزات فيه باختصار. هو راس حربه عارف كويس قوي مبادئ راس الحربه الصريح وبيعرف يتحرك ازاي. يعني طبعا الكلام ده كله الناس بتتعلمه في اوروبا من الناشئين. ده يعني للاسف احنا في الناشئين عندنا ما بيتعلموش القصه دي، ان هو المهاجم الصريح لازم الستارت اب بوزيشن بتاعه يبقى في يبقى يعني يختار المكان الصح ازاي ويتحرك على يمين ولا على الشمال. فكل الكلام ده باين قوي ان هو متعلم كويس في البدايه. هنا بص عرف ازاي يبعد نفسه عن المدافع عشان يسيب مسافه ان الباصه تعرف تجيله مظبوطه، واستلم برجليه الشمال وعرف يروض الكره انها ما تجريش منه ازاي برجليه الشمال الضعيفه. وبعد كده دايما بيشوط، هتلاقيه دايما بيشوط في الزاويه الضيقه، لان هي يعني باختصار ان هي اقصر مسافه ممكن يعرف يخدع فيها حارس المرمى. فدايما يعني انا مش عايز بس يعني الناس تقول انت بتقارنه بمين، بس هو فعلا اكتر واحد بيحب يشوط في الضيقه برضه هو كيليان امبابي. فلا يعني دي حاجه هتتحسب له
له ان هو عامل نفسه ستايل. وعندك هنا في الكرة التانية يعني عنده مهارة مقبولة جدا في جوه ال 18، وبيعرف برضه يشوط برجليه الشمال، وبرضه شاطها في الضيقة دايما، يعني اغلبية شوطاته دايما بتبقى في الضيقة يعني. وفي اخر حاجة بقى خالص اهو يعني جاب جون برجليه اليمين وجاب جون برجليه الشمال. وبص هنا بقى على تحركه ازاي عرف يبقى ما بين الاثنين مدافعين في بعد العرضية ويدي لنفسه المساحة. طبعا الاوفر جاي له بالمقاس، ودي اهم حاجة طبعا للرأسيات، ان الاوفر يجي لك مظبوط في الحتة اللي انت فيها. بس بص عرف يعدل جسمه ازاي جوه يعني وهو في الهواء، وانه يقدر يعمل الهيد من فوق الحارس. طبعا الناس تقول لي الحارس شكله تعبان ومش شكله تعبان، انا بتكلم على كيفية تنفيذه للرأسية. فلا طبعا هيبقى لعيب مفيد جدا للنادي الاهلي، ونتمنى له ان هو الصفقة دي تتم على خير. احنا يعني عندنا في لعيبة بتيجي لغاية النادي الاهلي وتعمل الكشف الطبي والصفقة ما بتتمش في الاخر، فكل الناس بتقول ان هو 99% خلاص خلص كل حاجة مع النادي، والنادي الاهلي خلص فيه كمان مع نادي سيرس السويدي 2 مليون يورو. الكلام ده طالع من الصحافة للنكس. سيبك بقى اللي يقول لك ده امير توفيق مسافر وراجع بيه. امير توفيق في القاهرة على فكرة، انا لسه شايفه اول امبارح يعني في نادي في مصر الجديدة. فسيبك مين اللي بيخلص الصفقة، انا الكلام ده ما بحبش اخش فيه قوي. المهم ان اللعيب ده يجي، وان شاء الله الكشف الطبي يخلص على خير، وهنشوف ان شاء الله مهاجم قوي جدا مع النادي الاهلي يعني. يا رب بس يتأقلم بسرعة، فان شاء الله تبقى صفقة قوية جدا، ومستنيين منه كتير ان شاء الله وقت الاعلان الرسمي. فلو عجبك الفيديو يا ريت تنزل تخبط اللايك وتدوس سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتخلي النوتيفيكيشنز اول عشان يوصلك الفيديو اول باول. سلام.